أن أهل الجنة لم يدخلوا الجنة وأهل النار في النار. يؤتى بالموت في صورة خروف وينادى يا أهل الجنة أشرفوا، يا أهل النار أشرفوا، فكلهم ينظرون إلى هذا الكبش، هذا الخروف، فينادى المنادي هذا الموت، يذبح بين الجنة والنار، فيا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحنا النبي لو شيء مركا مؤمنين ددك مؤمنين مركا الجنة قلان أهل النار كنار أي قلان أي الله كان يا ماركتان موتكي أي الله كان يا الله صدق ون جنة يا دارت أنت وده حيس الله كان يا مركز الله ورندون أنت الله بريو نحن وده لقو بريو الله جورعو أي الله ورندون أهل الجنة وما أنت لقى بلا بنولل عندي مشال هاي بالذين أهل النار وإنكم واحد الذين نولل عندي مشال بلهين موتكي بوالله جورعي ما أنت. فكروا إخواني وأخواتي، أصل الحياة بعد الموت عندما نهيئ أنفسنا في هذه الدنيا. عند ذلك لما أهل الجنة يرجعوا فرحين إلى قصورهم فرحا لا مثيل له، وأهل النار يرجعوا باكين، لو يبكوا الدم لا ينفعهم البكاء. وحاولي بل كفكر يبدو ولا ريال مركي أهل الجنة أهل النار كي دحدو ذا موت إن الله كانوا ليدا موت كي لا بوال بريء هو اللي جيني عليه إن يكون الجنة كواريسان إن يكون النار بعد كواريسان. أهل النار كوي أويان حدي اللي انتو كذا ما تو ديجي أويان وعبا هدي ترى النار تكسبح مايان من دي من يان. أهل الجنة يناديهم الله الضيافة عند الرحمن في يوم اسمه يوم المزيد، يوم المزيد في الوادي الأفيح، ميدان ما يعرف كبره إلا الله. الرجال مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم والنساء مع فاطمة الزهراء الذين كتب الله لهم الجنة واشتغلوا في الدنيا لحصول الجنة. فالنساء عند فاطمة الزهراء والرجال عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اجعلنا منهم. آمين. مؤمنين إلهي عز وجل مؤمنات كي مؤمنين تمركوا إلهي جنة قليو وحلو قد واقدونا حق إلهي وحلو أرندونا ما أنتوا أمالنتي إلا بيريني يوم المزيد وأمالنتي بيرد صوبحة marka ban cad oo jannadu ay leedahay afyax leeyahay khalqiga jannada gale oo dhan la keenaya raguna nabi maxamed alayhi salatu wasalaam bay la fadhiisanayaan haweenka muuminaadkuna faadumatu zahra bay la fadhiisanayaan kuwa maalinka raggeennana ragga nabiga la fadhiisa Allah inaga dhigo haweenkeena halka fadhiya muslimaadka muuminaadkana kuwa faaduma la fadhiisa Allah ka dhigo bayna ar-rijal wan-nisa hijab مثل الآن النساء لا يرون الرجال والرجال لا يرون النساء. هي مستورات، هي مستورات اسمها مستورات مستورين. الله أكبر. مالك قيامها أهل الجنة إلهي جل وعلا وقول يدعو ليه ما أنتوا أمانتي بيرده كاليا قبلها يرجع حجاب نوراني أو دحيس أرك مايان سيدا حتى إنكم بأن ما ركتاني بيان مستورات أنوك الحجابين نسكو أركينين أيا مالنتانا قبلها مؤمنين تا يرجع مؤمنات كرجعنا النبي قال فديان قبلهنا فاطمة إلا فديان حجاب هالك يكن دحيا له سرك مايان بينهم حجاب ولكن كلهم وكلهن يرون نفس المنظر. الله ينادي يا أهل الجنة أنا ضيفتكم الآن بأي شيء نبدأ الضيافة، بأي شيء نبدأ الضيافة. مركز إلهي ورندونا أهل الجنة وما أنت أنيقا إن مرتقى ذي مرتقات كنا محاكم بلا بابا إلهي ورندونا قال يا ربي نبدأ بأي شيء تريد نحن مستعدين نطيع بأي شيء. مركز يا إله أدوك الشيء قاعد نوقرة الضيافة هذا نوقف بلا برالي ما كان هي. الجوع لا يوجد هناك ولا عطش ولا جوع ولا تعب أبدا. ينادي رب العزة سأسمعكم موسيقى الجنة. الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن مطربات الدنيا ما سمعوا موسيقى الدنيا نسمعهم موسيقى الجنة. مركز إلهي عز وجل يا أورندون وهاجاج وحن يقول بلا يا ضيافة ذي مرتقات كأني مرتقى ذي إن النمقشية موسيقى جنة اللي قد جيست ميزيكا جنة اللي قد جيست داتكي الدنيا دوشة ده ميزيكا حاران تدقوه ككفر يستي مالك النصيب حي لنا يعني ميزيقا إلهي جل وعلا أهل الجنة ومقشين يو إن يدقيستان بالنصيب يلنا يعني. اليوم موسيقى الدنيا حتى في تليفون موسيقى الدنيا. الذي يسمع موسيقى الدنيا ينبت النفاق في قلبه كما ينبت البقل في الأرض. وحاول ميزيقي ما أنت حتى تليفوننا ده نقعمها كوسد إنه أيو ميزيقي نكوسه داعية ميزيقي أدويدو قفك ميزيقي أدويدو دقيه سووا استعماله يكون دقيسته وحاو قلبيgiisa nifaaqnimadu ay uga soo baxaysaa sida geedka baqalku dhulka uga soo baxo. بل يصب الآنك في أذنيه الرصاص المذوب متاع جهنم في أذنه وأذنها. لماذا؟ يتلذذون بموسيقى الشيطان وينسوا ذكر الرحمن. ما عندهم وقت يذكر الله ولا عندهم ساعة يسمعوا الموسيقى. dadka adduunyada dusheeda dhagahooga musiiqa ku dhageysanaya waxa lagaga shubayaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam naxaas naara oo la dhalaaliyay ayaa dhagaha lagaga shubaya waayo adduunyada dusheedii ayay nicmada ilaahay uu siiyay ku dhageysanayaan macsiyo iyo qaflad
waxay ku dhageysani waayeen ilaahay dikrigiisii iyo qur-aankiisii iyo kalaamka ilaahay markay dhagaysigiisii ay diideen maadaama dhagahooga u isticmaaleen macsiyo maalinka qiyaamahana dhagahooga waxaa lagaga shubaa naxaas naara lagaga shubi buu rasuulku yidhi. يا إخواني وأخواتي كيف حال الأمة والنساء والرجال لما تنصب المزامير على أشجار الجنة وتهب الريح من تحت عرش الرحمن تدخل في هذه المزامير تسمع أصوات لم يسمع السامعون أحسن منها. marka ilaahay caza wajalla muuminiinta markuu idhaahdo diyaafadayda waxaan iga bilaabayaa miisiqa jannadani maqashiinaya miisiqa marka sawdkiisa uu bilaamo geedaha jannada ku dhex yaalloo dhan baa dhaqaaqaya يتلذذون ويتمايلون شيء ما رأوا مثله في الجنة. بعد ذلك الله ينادي يا أهل الجنة اطلبوا ماذا تريدون هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد اطلبوا ماذا تريدون. markaasay geeduhan u ruxmayaan bini aadamkuna way ruxmayaan laanna weligoodii allahood miisiqa wax ka macaan ifka kumay soo maqal dhagahooguna ma maqal. markaasuu ilaahay odhan doonaa i weydiista ahluljanna maanta waa maalintii wax la biirinaya nicmada la biirinaye waxaad doontaan i weydiista waa nii biirinay baa ilaahay odhanaya. يقولون يا ربنا كلهم متفقين يا ربنا نريد أن نسمع كلامك وذكرك العزيز. markaasay dhammaantood ahluljannuhu odhanayaan ilaah waxaan maanta doonaynaa oon jecel lahay inaan dikrigaaga iyo hadalkaaga inaan maqalnaan doonaynaaye hadalkaaga ilaahuna maqashii bay odhanayaan. والله يقول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم وأنتم فيها خالدون. لكن قبل أن نسمعكم صوتي عندي أصوات نسمعكم إياها. يا داود ارقى المنبر واقرأ 10 السور من كتاب الزبور وصوت سيدنا داود عليه السلام 900 مزمار في الحسن والجمال. markaasaa ilaahay odhan doonaa ahlaljannow maanta waa maalintii layna yidhi waxaa naftiinu ay doonto ayaad leedihiin waxaad dhegtiinu ku raaxaysatana waad leedihiin waxaad dalbataan oo dhanna waa laynii yeeliye laakiin horta waxaa niiga bilaabayaa baa ilaahay odhan doonaa inaad horta aad maqashaan nebigaygii daa'uud calayhi salaam sawdkiisii dhegaysta. markaasaa ilaahay nebi daa'uud odhanayaa mambarka fuulo 10 suuradoodoo zabuur kutubta kitaabkaagii zabuur ka mid a maqashii baa la odhan doonaa. nebi daa'uud calayhi salaam sawdadka bini aadanka ilaahay uu siiyey 900 oo sawd ayaa ilaahay caza wajalla nebi daa'uud ku arsaaqay. لما يقرأ داود عليه السلام الجنة بما فيها تتمايل من حسن داود عليه السلام. أهل الجنة تسأل عن أحوالهم في اللذة والحلاوة. بعد ذلك الله يسألهم يا أهل الجنة هل سمعتم صوتا أحسن من هذا؟ يقول لا يا ربنا. الله يقول جل وعلا ما زال عندي صوتا أحسن من هذا. من يا الله؟ الله جل وعلا ينادي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارقى المنبر واقرأ سورة طه وياسين وصوت الحبيب المصطفى 70 مرة أفضل من صوت داود عليه السلام. لما يقرأ حبيب الله سورة طه وياسين الجنة كلها تتحرك أشجار الجنة تتمايل بحسن صوت الحبيب المصطفى. صلوا على النبي. نبي الله داود عليه السلام markuu akhriyo 10 suuradood oo zabuur kamid ah ayaa waxa geeday ilaahay jannada ku abuuro dhan wada dhaqaaqaya markaas bini aadamku dhaqaaqayaan. markaasuu ilaahay odhan doonaa yaa ahlal janna weligiin iyo allihiin ma maqasheen sawdkaas sawd ka wanaagsan maad maqasheen. markaasay odhanayaan ma maqal. markaasaa ilaahay odhan doonaa mid kalaa jira oo ka sii macaan oo ka wanaagsan ee maanta isagana maqla. markaasaa ilaahay odhan doonaa aawe xabiibkaygii muxamed calayhi salaatu wassalaam. markaasaa nebigeenna moxamed baa ilaahay u yeedhayaa mambarka fuul baa la odhanayaa. markaasuu nabigeenu akhrinayaa suuratu طaaha wa yaasiin sawdka nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam. sawdka nebi daa'uudna 70 dicfi ayuu nebigeenu daa'uud ka sawd fiican yahay. markaasaa khalqigii jannada ku noolaa ilaa basharkii oo dhan ilaa geedihii oo dhan markaasaa dhinaca u dhaqaaqaya kolba dhinaca u dhaqaaqayaan iyagoo dhegaysanaya ku raaxaysanaya sawdka nebigeena moxamed calayhi salaatu wassalaam. لما ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ينادي يا أهل الجنة هل سمعتم صوتا أحسن من هذا؟ يقولون لا يا ربنا. الله يقول ما زال عندي صوتا أحسن من هذا. من يا الله؟ الله يقرأ كلامه بنفسه. markaasuu ilaahay jalla wacalaa odhanaya ahlaljanna weligiin iyo allihiin ma maqasheen sawdkaa sawd ka wanaagsan may bay leeyihiin. markaasaa ilaahay odhan doonaa mayna maqashiiyo haddana sawdadkaa aad maqasheen sawd ka sii macaan oo ka wanaagsan. markaasay odhanayaan haa ilaahuna maqashii ilaaha rabbulcaalamiinka jala jalaaluhu ayaa kalaamkiisii akhrinaya buu yihi sheekhu. في رواية سورة الرحمن وفي رواية سورة الأنعام لما يقرأ الله جل وعلا العرش يهتز بحار النور تتمايل وتتحرك محنا ملائكة الروحانيون كل شيء يتحرك. أهل الجنة غابوا عن وجدهم. وعلي مركا بعد الروايات waxaa ku timid suuratu الرحمن baa ilaahay akhrinaya. culimada axaadiista qaarna suuratu الأنعام bay yidhaahdeen walaakin ilaahay jala wacala markuu kalaamkiisa akhriyo waa khaaliq ilaaha khalqiga oo dhan abuuray weeyaan.
كم يا إلهي كلام قيس الله معان سنة يا لذي معان هي قرب من الله لقهل يا أهل الجنة النعمة دي جنة ودن بي إلو بيان خلقك الجنة ودن بأمركلية وضر دقاقة يمرك كلام كلها يا مغلان. أهل الجنة ما رأوا صوتا وحلا لذة وحلاوة مثل ذاك الوقت عندما يقرأ الله كلامه. إلهي هذا القصة مركو كلام قصة آخريو أهل الجنة هو اللي قودي الله ضمين المغل صوت كم عن صوتك إلهي عز وجل. بعدها الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الجنة قبل رجوعكم إلى قصوركم نعطيكم هدايا لكي ترجعوا إلى قصوركم. النساء يروا مثل ما يروا الرجال ويسمعوا مثل ما يسمع الرجال. مرقاسا إلهي أهل الجنة أورندونا أهل الجنة أنت أنا تكون نغن جندي نية قريه نية قصورتي نية مية جعشنينا ني زياديو ني بيريو. مرقاسا أهل الجنة رقنا سيدا رقنا هو أركان إلهي عز وجل سيدا رقنا إلهي مغلان رق وحي أركان وأركان أي دمر كنا دين عوقة وحول بوغار كيان وحول بوغا مغليان. أي هدية الله يعطي. الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الجنة الآن سأعطيكم هدية لا مثيل لها. يرفع الحجاب عن وجه الكريم ويقول يا عبادي من أنا يا عبادي من أنا يا عبادي من أنا. الله يجيب ويسأل من أنا لا يستطيع أحدا جوابا. جفن العين مفتوح والفم مفتوح في النظر إلى وجه الله. من أنا ما لا يستطيع أحدا جوابا. الله يجيب عن نفسه يا عبادي أنا الإيمان وأنتم المؤمنون وأنا السلام وأنتم المسلمون. هذا كلامي فاسمعوه وهذا نوري فانظروه. سبحان الله. إلهي عز وجل أهل الجنة وحكونا دونا ما أنت هديت باني نسينا يا هديت أي نسينا يا هديت داسوا محي حجابك النوراني إلهي أضمها أدحيا أي إلهي جل وعلا إسكق قاضيا. مرقاس أهل الجنة وحي إيجيان إلهي بإيجيان نعمة الجنة يكون هيسين بإلو بيان. markaasaa ilaahay odhan doonaa ayaanahay anigu cid hadlaysa oo jawaabaysa ma jirto. markaasuu odhan doonaa ayaanahay anigu. markaasaa la aamusayaa ahluljannuhu indhahana way kala qaadayaan afkana way kala qaadayaan. markaasuu ilaahay odhan doonaa ana aliimaan anigu iimaankii baan ahay ininkuna kuwii rumeeyey baa tihiin. anigu salaamkii nabadgelyadii baan ahay ininkuna muslimiintii baa tihiin. ilaahay caza wajalla markaa xijaabkiisu iska qaadaya. ما أعطوا شيئا أفضل من نظر إلى وجه الرحمن جل وعلا. aragtida ilaahay caza wajal ay arkeen waxay ka jecel yihiin uga jacayl badan yihiin ahlul jannuhu ma arag. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون هذا القمر ما قال الشمس كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هناك العصر والصبح يا من تريد النظر إلى وجه الله. هذا حديث صحيح. ضيح أفريتمناتك صد الله أركو آيات إلهي وأركي دون تابو النبي جنوي عليه الصلاة والسلام. عدد النبي قموره وحول ضيح لأن ضيح أجي أركتدي سوى الله أجي كرا أما عدد لما أجي كرو مرقى ضيح أفريتمنات أبو النبي يقول سادو أركيسان قفنا قفك لا أركتدي ضيح وسكت قرينين آيات مالين تقيامها ربي جنا وأركيسان هذا كرتان بنبي يقول لي هاي صلاة عصر هي صلاة الصبحين لين غالب نقولوا لين أين دافن كده ده أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام قبل مسلمات ده ينك مسلم كا إلا بدأ صلاة ضيال سنة أنا جمع صوح حاضرين أما أنا تكنين أركتدي الله بوسك حرمي كده كنتاعي. فيا إخواني وأخواتي بعد ذلك ماذا كم سنة كم وقت ينظر جمال الله. بعد ذلك الله يرجع الحجاب عن وجه الكريم. بعض الناس رجال ونساء لا يريد يمشوا إلى قصورهم يريد يبقوا ينظروا جمال الله. ما أحلى النظر إلى جمال الله جل وعلا. الله خالق الكائنات نراه بالعين. اللهم دم علينا واعطينا هذه النعمة. ما مالين يلا ما الموت سنوات بقولال سنة أهل الجنة إلهي أركتدي سداونا يا وأركتدي إلهي عز وجل ويكون فرحيان ويكون راحي سنة يا قار خلقي هلكا جوجي بنكا إلهي لا جوجي مركا إلهي أرك وجهي سي نور جي سعي أركان نعمتي جنة إلهي كوسي بإلو بيان قار كون نقوني مايان دقاق مايان لماذا؟ لأنه أركتدي إلهي جل وعلا نعمت كويني مجرته يكو إلهي جنة كل حركة كل راحي أركتدي الله ينقدقوا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. هذه الثانية يا أهل الجنة ارجعوا إلى قصوركم فإني زدت في حسنكم 70 ضعفا وإني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ markaasaa ilaahay odhanaya ahluljannow hadiyadda koobaad waa aragtidaydii weeyaan hadiyadda labaadi waxa weeyaan noqda baa ilaahay odhanaya qusuurtiinni iyo halkaad deganeedeen ku noqda jamaalkii quruxdii aad ila timaadeen 70 jeer baa inii labalaaboon inii biiriyey weliba ridahaygiina waa nii xalaaleeyey waa niga raali noqday iniku raali maad iga tihiin baa ilaahay odhanaya. آخر هدية لأهل الجنة رجال ونساء رضا الله لا سخط بعدها.